فطاير اللحمة بأسرع وأسهل طريقة. هنعمل أحلى غدا في نص ساعة بس. طعمها خطير ومش هتاخد وقت كتير خالص. يلا نبدأ وصفتنا النهاردة. أول حاجة أنا استخدمت هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة. ضفت عليه بصلاية كبيرة مبشورة، وكمان هضيف عليه 3 طماطم مبشورة برضو وبسيبها بالمية بتاعتها عادي جدا. وكمان هضيف عليهم فلفل ألوان واحدة صغيرة وبقدونس. الكميات دي ممكن تزودوها أو تقللوها حسب ما تحبوا. والتوابل ملح وفلفل وبابريكا مدخنة والسبع بهارات. لو حابين تضيفوا اي توابل تانية طبعا زي ما تحبوا. ومعلقة مليانة من صلصة الطماطم. واخر حاجة بنضيفها هي زيت الزيتون، وممكن نستخدم زيت عادي. ضفت حوالي من معلقتين ل3 زيت زيتون. وبعد كده هناخد كل الخليط ده ونقلبه كويس جدا بايدينا. عايزة ادمج كل المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا. وبعد كده اخر حاجة بحب اضيفها هي دبس الرمان. استخدمت ده النوع ده من دبس الرمان. بضيف حوالي معلقة كبيرة، ممكن نزود طبعا لو بتحبوا طعمه. اضيف معلقة من دبس الرمان وارجع اقلب تاني. وكده الخليط بتاعنا خلاص جاهز، هسيبه على جنب. وهنا في الصينيه حطيت ورق زبده، والنهارده انا هستخدم عيش الصاج، وكمان ممكن نستخدم الرقاق او الجلاش زي ما تحبوا. انا هستخدم عيش الصاج بيبقى طعمه حلو قوي فيها. اول حاجه هبدا ارش رشه زيت كده على ورق الزبده وادهنها كويس قوي. وهبدا احط اول واحده من عيش الصاج بتاعنا. هضيف واحده في الاول، وبعد كده برضو هدهنها بالزيت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحط الطبقه التانية. انا هستخدم في كل صينيه بعملها 2 بس من عيش الصاج او طبقتين بس من عيش الصاج زي ما انتوا شايفين كده. وبين كل طبقه وطبقه بحط برضو زيت علشان ده يخليه يقرمش ويديله لون حلو قوي. وبعد ما خلصنا الخطوه دي هنبدا بفرد اللحمه. انا هضيف اللحمه بعد ما ضفت طبقتين زي ما قلت لكم. هبدا بفرد اللحمه. هوزع اللحمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبالمعلقه، وهبدا افردها. بنفرد اللحمه عادي جدا بالمعلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبنعمل طبقه خفيفه جدا جدا زي المطاعم بالظبط، زي ما بناكلها في المطاعم. بعد ما عملت طبقه خفيفه جدا او رفيعه جدا، وكمان بعمل على الاحرف، بدخلها الفرن على درجه حراره 200 الرف وسط لحد ما تستوي. هي ما بتاخدش وقت كتير، خلوا عينكم عليها على طول. الكميه اللي احنا عملناها دي بتاعت اللحمه المفرومه عملت حوالي 4 صواني من اللي انتوا شايفينها كده بس. ولما بتطلع بتتقطع سخنه وبتتقدم سخنه مع عصره الليمونه. وكمان ممكن نضيف اي خضار او مخللات عليها. جربوها، متاكده هتحبوها. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه.